اهلا وسهلا بيكم اعزائي مشاهدي ومتابعي بودكاست جاسوس الملعب. حلقه جديده النهارده كنت محضر لها والله تحضيره مختلفه تماما عن اللي هيحصل النهارده ده والواحد من امبارح يعني حاله احباط كده طبعا زي اي اهلاوي. كان عايش اللحظه ان احنا مستنيين يوم الاربعاء ان شاء الله ان احنا نلعب ريال مدريد ويبقى فيه افيه بقى نرمي كده اللي هو مين هيمسك فينيسيوس ومين هيمسك مش عارف مين امبابي ورودريجو. بس حصل العكس تماما وعكس كل التوقعات وعكس سير اللقاء. الاهلي بيخسر مباراة سهلة كانت في المتناول. عشان كده كان لازم النهاردة يكون معايا حد فاهم الدنيا متابع الاخبار من الاول ايه اللي حصل وايه اللي وصلنا لكده وهنعمل ايه بقى الفترة الجاية. معايا ومعاكم النهاردة الصحفي في موقع يلا كورة الأستاذ الأهلاوي المميز جدا في أخباره كريم سعيد. ازيك يا كريم؟ مساء الخير يا محمد ومساء الخير لكل متابعي جاسوس الملعب، ومبسوط ان انا موجود معاك في البودكاست. حاجه جميله واتمنى لك التوفيق دايما ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. احنا في البداية بس عايزين طبعا ننعي القبطان طبعا اكيد الفنان نبيل الحلفاوي ربنا يرحمه ويغفر له. يعني كان راجل برضو كان راجل كوير كمان غير ان هو يعني اكيد صحيح ممثل قدير يعني ربنا يرحمه ويغفر له. نخش بقى على طول. الاهلي امبارح ماسك 120 دقيقه عكس كل التوقعات ان الماتش صعب والماتش فيه ده باتشوكا كسب 3-0 وبوتافوجو الفرقه اللي بتلعب كرة على الارض والبرازيل بقى زي ما طبعا كلنا عارفين. صحيح. فجاه بيحصل حاجات غريبه جدا، بنوصل ضربات جزاء بيضيعوا، بنجيب احنا وبعد كده يحصل اللقطه طبعا كل الشارع الاهلاوي بيتكلم فيها من امبارح. لقطه كهربا مسك ضربه الجزاء وبتاع. هو ايه اللي وصلنا للمرحله اللي احنا فيها دي؟ طبعا احنا خسرنا السوبر الافريقي الاول طبعا بدايه الموسم، ودلوقتي بنخسر ماتش سهل برضو قدام باتشوكا. طيب بص، خلينا ناخد الموضوع يعني من اوله. اكيد طبعا النادي الاهلي انك تلعب بطولة انتركونتيننتال للمرة الاولى وتوصل كمان للمرحلة اللي قبل مرحلة مقابلة بطل اوروبا، دي حاجة اكيد مشرفة وحاجة كويسة طبعا. لكن كل ما انت لو سألت اي اهلاوي احساسك ايه بعد ماتش امبارح، هيقول لك انا كان بقالي فترة طويلة عمري ما حسيت بالمرارة دي زي ماتش امبارح طبعا. السبب في ماتش امبارح في وجهة نظري الشخصية ان مع بداية المباراة احنا كنا حاسين ان باتشوكا نازل قلقان من الاهلي. يعني باتشوكا قدام بوتافوجو فعلا استفاد من فريق بوتافوجو، وصل متاخر موضوع الجيت لاج وانك بتسافر من امريكا الجنوبيه لمنطقه الخليج مسافه كبيره جدا. المدرب طبعا بسبب السفريه دي ريح 6 لعيبه وحصل اللي شفناه و3-0 اللي حصلت. ماتش باتشوكا بكل امانه اللي اتفرج على اول 10 دقايق هيبدا يقول لك انا ملاحظ ان الفريق ده نازل خايف من الاهلي. النادي الاهلي بيضغط ضغط عالي منحهم تماما من الاستحواذ وانت بتلعب اللعب بتاعك. طيب قبل مباراة باتشوكا انت عندك من بداية الموسم ده البداية دي هي البداية الأسوأ في حقبة كولر وكمان في عهد الكابتن محمود الخطيب بالنسبة للكورة. ليه؟ بسبب ان كان في بعض المحاذير اللي الناس عماله تزعق فيها بقى فتره، يا جماعه يا جماعه يا جماعه يا جماعه، ومحدش سمع الكلام وبدا يتعامل على الوضع القائم. مثلا السنه اللي فاتت النادي الاهلي خد قرار برحيل 3 من اعمده الفريق الاساسيه من خط الدفاع لغايه خط الهجوم. 1 محمد عبد المنعم مساك الفريق الاساسي والافضل. 2 اليو ديانج واحد من افضل لاعبي خط الوسط في الفريق. 3 احمد عبد القادر الجناح المهاري الوحيد في الفريق، وبقول جناح مهاري مش جناح جراي. كل الجناحات الموجوده في النادي الاهلي دلوقتي جناحات جرايه. بيرسيتاو جراي، حسين الشحات جراي، طاهر محمد طاهر جراي، الناس دي كلها جرايه. انما رضا سليم حتى جراي. احمد عبد القادر مهاري. يعني مهاري يعني موقف 1 على 1 هرقص اخد بينالتي اجيب جون اصنع فرصه وهكذا. طيب النادي الاهلي يفترض هو الناس عارفه ان الموسم ده واحد من اصعب المواسم، ان انت عندك الانتركونتيننتال
قبل ماتش العين. عندك بطوله كاس العالم للانديه بنظامها الجديد في امريكا في الصيف. عندك الدوري، وعندك دوري ابطال افريقيا، وطبعا انت مريح من الكاس السنه دي بسبب انسحاب السنه اللي فاتت. وبالتالي كان في محاذير كتير، ناس عماله تزعق، عماله تقول يا جماعه التدعيم عشان ما نتزنقش. ماتش الزمالك في السوبر الافريقي ما نربطوش بماتش باتشوكا. واحد هيقول لي بيسمعوني دلوقتي يقول لي كريم ايه علاقه ده بده؟ اقول له لا، كله مرتبط ببعض. ماتش الزمالك لو انت اتفرجت عليه هتلاقيه نسخه من ماتش باتشوكا بتاع امبارح. النادي الاهلي في الشوط الاول كان هو الطرف الافضل، هو اللي بيضغط، هو اللي مسك الكوره شويه، قدر يجيب بينالتي وجاب هدف وتقدم بهدف نظيف. الشوط الثاني بتنقلب الايه، وبالمنافس بتاعك بيقدر ينزل الماتش ياخده منك. وجوميز شفناه ازاي كان بيطبق الضغط العالي على كولر حتى في الماتش الاهلي كسبه بعد كده السوبر المصري برضه. ورغم ان جوميز كان بيلعب المباراه دي وهو غايب عنه يعني اللعيبه وكان في مشاكل. تمام. اللي يضايق محمد في وجهه نظري في ماتش باتشوكا تاني ان منظومه الاهلي ما تحبش انها تتصدم مرتين في وقت قليل، خصوصا لما تبقى الصدمه بنفس الستايل. ده معناه ان انت ما اتعلمتش، ان انت ما روحتش ذاكرت وعالجت اخطائك، رغم ان الموضوع بسيط. يعني بمعنى انت في ماتش الزمالك في السوبر الافريقي، ماتش لغايه يعني ناصر منسي جايب هدف التعادل اعتقد في الدقيقه 78. وانت كان سهل جدا ان انت تقدر تقفل المباراه في الشوط الثاني، كنت تقدر، لكن انت سبت الكوره طوعيه وكان عندك احساس كده ايه الماتش هيعدي والزمالك مش هيتعادل وخلاص. لكن انت ظروف الماتش مش في ايدك. زي ما انت بتشتغل برضو، ما هم المنافسين عايزين يكسبوا، عايزين بيشتغلوا وبيتعبوا. ماتش باتشوكا اللي مزعل الناس بشكل كبير جدا جدا، واحد، تغييره وسام ابو علي في الدقيقه 78. واحد حتى سبحان الله، تشوف حتى برضو هنا في موقف، وفي نفس الدقيقه برضو في الزمالك في موقف. الغريب في التغييره دي ان لما حصلت دي كانت اول خطأ فادح في المباراة. يعني طبيعي لباتشوكا بعد 45 دقيقة انت ضغطه ان هو يبدأ يضغطك ويحاول يعني يستعيد الماتش الشوط التاني. لكن انت عندك حلول بقى، حاول تشوف حلول عندك. انت اول حل عندك ان مارسيل كولر طلع وسام ابو علي في الدقيقة 78 ونزل كهربا. تغييره خلت اي حد متابع الاهلي في الفتره الاخيره وخصوصا من ساعه بطوله السوبر المصري يضرب كف على كف. ليه؟ لان انت يا كولر في السوبر المصري في ماتش سيراميكا كيلوباترا لما حصلت مشكله محمود كهربا انت قلت له ما معناته ان انت رقم 3، رغم ان الولد كان يعني كهربا برضو كل امانه كان سبب رئيسي من فوز النادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا من موسمين 11 وكان عنده اداء ممتاز جدا وعمل شغل كويس قوي في الفتره اللي الاهلي سايب فيها محمد شريف. محمد شريف كان ماشي بشكل مش افضل حاجه، وكهربا انقذ الاهلي في الموسم ده. فهو برضو يعني له كرامات. يعني كهربا جه حصل طبعا خرج عن شعوره وحصل اللي حصل، والمليون جنيه غرامه اللي احنا وتم ترحيله من الامارات لمصر ساعتها كلنا عارفين القصه. امبارح انت بتطلع وسام ابو علي بدون ما يتصاب. وسام ابو علي من ساعه ما جه الاهلي النادي مفيش حد شاف له اي ايماءات لما بيتغير، بعد ما حد شاف له اي حاجه. كنا اول مره نشوف ايماءات تنم عن ضيقه او زعل من وسام ابو علي بعد تغييره في ماتش باتشوكا. طبعا الولد محافظ على الشكل، ما بيرميش ازازه، ما بيخبطش بتاع، بس واضح ان فيه انه متضايق. طيب نزلت كهربا بيتحط في موقف صعب، ماتش صعب جدا، والناس مش ناسياله الفرصه اللي ضيعها قدام فلومينيزي من سنه. فكهربا بتجيله فرصه تانية في الوقت الاضافي من بيرسيتاو بالامانه كانت يعني نزل عمل اداء اكثر من رائع، كان افضل لاعب في الاهلي، ادى شكل يعني حقيقي. فكهربا تخيل كده محمد معايا، طبعا انا كمدير فني لازم اكون ملم بكل هذه الامور، لان الجزء النفسي عند اللعيبه انا المسؤول برضو عنه. تخيل كهربا يضيع الفرصه دي وبيضيع كل ده وانت بتدخله شوط ركله ترجيح. وطبعا ركله الترجيح مفيش ألم بعد كده، يعني مفيش ألم بعد كده. انت واصل للركله الرابعه وانت متقدم 2. يعني انت عندك 4 فرص، 2 عندهم و2 عندك. 2 عندهم ان واحد منهم يضيع تكسب، و2 عندك انك عايز واحده من 2 يخشوا.
يعني 4 فرص. تخيل ان الفريق اللي كان نسبته 1/4 هو اللي كسب، والفريق اللي عنده 4 فرص متاحة 100% ما كسبش. فلا انت تخيل الوجع والألم اللي عند الناس، وتبدأ ساعتها الناس تعرف حاجة برضو مهمة في المواقف زي دي. الخسارة المؤلمة بتطلع حاجات ممكن يكون كان مسكوت عنها، ده غصب عن الناس. ليه؟ طول ما انت كسبان انت فرحان، فبتقول ايه؟ خلاص هنحاول نشتغل والدنيا تتحسن يا جماعة ونعدي الحتة دي. لكن لما بتلاقي ان انت بيجيلك مسج او رسالة ان الخسارة دي مش خسارة فنية، لا دي خسارة برسالة. دي خسارة برسالة، لازم تفهم الرسالة. اي حد مارس رياضة هيفهم كلامي، اللي مارس رياضة هو اللي يفهم كلامي. دي خسارة برسالة، مش خسارة يعني للأسف قطع كلامك، يعني مش خسارة ماتش كورة. ايوه، خسارة ليها أسباب. برافو عليك. خسارة بتقولك انت عندك مشاكل وأزمات وانت عمال تتجاوز. فانت مش كل شوية هتاخد الحلو. فهو ده انا في وجهة نظري رد على سؤالك ليه الهزيمة صعبة، وليه هي انا في وجهة نظري مرتبط. لازم الناس تبص لبداية الموسم ده لازم تبص له، هو مرتبط ببعضه. وبرضه في ماتش نادي الزمالك في نهائي كاس السوبر المحلي كان النادي الاهلي رايح نفس السيناريو، لولا ان شيكابالا هو ضيع ركله الترجيح. الموضوع ما كانش في ايدك، يعني المنافس شيكابالا يحط ركله الترجيح، انت خسرت 3 بطولات في اول الموسم 3. فليجب تاني انا مؤمن تماما ان خلاص اللي حصل وقدر الله ما شاء فعل، خلاص تمام مفيش مشكله. بس مهم اوعى تعمل اعمى تجاه الاخطاء اللي عندك، خصوصا ان الموسم ده لسه فيه اختبارات قويه. يعني الموسم ده تكملة لكلامك، انا بشوف ان هو اهم موسم للاهلي في تاريخه من اول ما الاهلي ما اتعمل. اتفق معاك. الثالثه على التوالي بتاع دوري ابطال افريقيا. نعم. انا امبارح اتفرجت كده 10 دقايق بعد الماتش على الترجي وبيراميدز. لا الترجي عمل فرقه كويسه وداخل ينافس بقى احسن مثال. بقى احسن بس ستيل لسه عشان هو عنده مشاكل في الدوري. بالظبط ممكن، بس قصدي ان هو الفرق شغاله. طبعا كل الفرق شغاله طبعا. احنا ما اشتغلناش، احنا جبنا يعني مين يتسأل مثلا على 4 صفقات في الصيف ما يلعبش منهم غير 1. صح. طيب تعالى دلوقتي برضو احنا قلنا ان في 3 خرجوا، عبد المنعم وديانج وعبد القادر. صح. انت عوضت عبد المنعم ب2، اشرف داري ويوسف ايمن. مظبوط. اشرف داري جالك مصاب، عنده اصابه مع المنتخب المغربي، ودخلته في يعني فتره علاج ونقاهه. اتضح ان طريقه العلاج كانت خاطئه، فبالتالي لعب 10 دقايق ولا 20 دقيقه، نزل في التمرين تاني يوم اتصاب. فالموضوع طول، قال لك لا استنى بقى، احنا هنعمل له رنين ونشوف طريقه علاج مختلفه. تمام. طيب يوسف ايمن خد بعد الدقايق مع النادي الاهلي في كذا مباراه، وكل الكلام اللي جه ان هو لا يصلح. تخيل لا يصلح يعني ما ينفعش يلعب. ايوه. طيب يبقى انت كده حاليا واحنا بنتكلم انا وانت، انت ما عوضتش عبد المنعم، وبالتالي انت مكمل بالثنائيه القديمه خالص اللي هي رامي ربيعه وياسر ابراهيم. تمام كده. تمام. نخش على خط الوسط. اليو ديانج لم يتم تعويض اليو ديانج، انت ما جبتوش بديل، وبالتالي انت مكمل بالاسماء اللي كانت موجوده معاك. وعشان كده ثلاثي نص ملعب النادي الاهلي في الفتره الاخيره بقى نمطي، انت فاهم خلاص، انت عارف. اكرم، مروان وامام، واسلوب اللعب امام 8 و2 6. خلاص اي مدير فني بيعمل سكاوت على النادي الاهلي فاهم الموضوع ده، موضوع بسيط. طيب احمد عبد القادر كجناح مهاري ما جبتلوش بديل. تمام كده. طيب جبت مين؟ انت جبت يحيى عطية الله مكان علي معلول المصاب، ويحيى انا اشوف ان هو ماشي بشكل كويس جدا، وصفقه محترمه وصفقه ناجحه ولعيب رائع، لعيب كويس. تمام. وجبت عمر الساعي من نادي الاسماعيلي. هو عمر الساعي اللي تابعه في النادي الاسماعيلي كان بيلعب في مركزين، بيلعب 8 وبيلعب 10. وبالتالي هو في الوقت الحالي عمره ما هيبدا مع النادي الاهلي. ليه؟ مش هتلعبه على امام مشهور. وكمان النادي الاهلي ما بيلعبش دلوقتي بصناعه لعب، يعني حقبه كولر الاهلي ما عندوش رقم 10. فبالتالي عمر الساعي موجود على الدكه تحسبا لاي ظرف يحصل ليه امام. تمام كده. طيب ومعاك الصفقه في صفقه رابعه
احنا قلنا احنا يحيى عطية الله، لا كده 4 خلاص. لا. يوسف ايمن واشرف داري ويحيى عطية الله وعمر الساعي بالظبط. دول الاربعه اللي انت جبتهم، وبالتالي انت هنا في مراكز اخرى وفي الخطوط بتاعتك بقت فيها ثغرات كتير. انت ما عندكش بديل لوسام ابو علي يقدر ان هو يسند معاك، خصوصا ان كهربا بدأنا من الموسم اللي فات من ساعة مودست، وبعد ما رحيل مودست وجي وسام عرفك يعني ايه مهاجم محطة، يعني ايه مهاجم صندوق. فانت بوسام بتاخد درجة، خلينا نقول مثلا يعني 8 من 10. شلت وسام من هجوم النادي الاهلي، هجوم الاهلي بياخد 3 من 10. يعني وسام لوحده له الكوتة الكبيرة دي. كم بقى المشاكل اللي حصلت مع بدايه الموسم دي، تكمله اللي كان احنا بنقوله، مشاكل اداريه يا محمد. النادي الاهلي في بدايه موسم، احنا النهارده شهر 12 صح. الموسم ده بدا شهر 9 اخر 9 3 شهور صح. او خلينا نقول يا سيدي من شهر حتى شهر 8 4 شهور. ال4 شهور دول شوف كم المشاكل الاداريه اللي فيها النادي الاهلي. مشكله المعد النفسي، مشكله المترجم، مشكلة كهربا، مشكلة إمام عاشور، مشكلة القندوسي، مشكلة مدير الكرة بديل مدير كرة ولا مدير رياضي، مشكلة مدير التعاقدات اللي كانت مرتبطة بمشكلة القندوسي. كم المشاكل دي كلها ظهرت في وقت قليل صح. وفي الآخر النادي الأهلي لغاية النهاردة أنت ما عندكش مدير تعاقدات لسه. كابتن محمد رمضان هو مدير رياضي، ما تعرفش هو مدير رياضي ولا مدير كرة، لأن مدير رياضي في جميع أنحاء العالم لا يجلس على الدكة. مفيش مدير رياضي في العالم كله بيقعد على الدكة. مدير كورة مش موجود برضه. فهو قال لك طبعا هقعد شوية وبعد كده هشوف. وحصل طبعا برضه مشاكل داخل أوضة اللبس، لأن برضه أنت عملت تغييرات في حالة كده من عدم النظام احنا مش متعودين عليها داخل منظومة النادي الأهلي. كل اللي بقول لك عليه ده ما ينفعش خالص ان انت تبعده عن اللي حصل، لان ببساطه اداره فريق الكوره هي منظومه، موضوع مش فني. انت بتلعبش بلاي ستيشن صح، فاهم قصدي؟ اللي بيلعبوا بلاي ستيشن يا باشا انت واخد اللعيبه جاهزه وانت معاك الجويستيك في ايدك، اعمل اللي انت عايزه. انما في الكوره لا، في الكوره في الحقيقه اللعيبه دي نفسيا واداريا وفنيا وذهنيا كل وجسمانيا ونظام غذائي، كل حاجه دي بتاعت الجهاز الفني. انت اللي بتعد لعيبتك عشان يبقوا جاهزين للالتزامات اللي عندك طوال الموسم صح. وبرضو يعني طب يعني ليه كهربا؟ مين اللي حط كهربا يشوط ولا كهربا من نفسه؟ بص عشان نبقى واضحين مع بعض. النادي الاهلي في كل المباريات اللي خاضها في السنوات الاخيره ولجأ فيها لركلات الترجيح، انا ما شفتش كهربا شاط اي واحده. ولا انا شفته في ماتشات دوري لما بتبقى كسبان 3 ونادرة يعني ما بين مثلا كل 6 ركلات جزاء في ماتشات ممكن كهربا ياخد واحده صح. لكن لو سألت اي اهلاوي مش هقول لحد من الجهاز الفني، اي اهلاوي تقول له رتب لي كده 5 من الفريق اللعب قدام باتشوكا يشوطوا ركلات ترجيح، ولا واحد فيهم هيحط كهربا من ال5. دي حقيقه صح. وبل ازيد عن كده ان اسمين زي عمرو السولية وبيرسي تاو هيبقى ليهم افضليه عن ناس كتير، وياسر ابراهيم كمان صح. تمام. طيب كهربا خلينا امشي معاك. كهربا اعظم واحد بيسدد ركلات ترجيح في الحياه. شوف اعظم واحد بعد الفرصه اللي ضيعها في الشوط الاضافي الثاني انا ما خلوش الشوط خالص. ليه؟ لان هو نفسيا اصلا عليه ضغط عصبي. انا ككولر كنت حاضر ماتش فلومينيزي وشفت الهجوم اللي حصل لكهربا بعد المباراه بسبب الفرصه هو ضيعها ساعتها. وطوال الموسم انا متابع وعارف وبسمع ان الناس مش راضيه عن كهربا بسبب الفرص اللي بيضيعها حتى في الدوري. انا شايف ده كل ده قدامي استحاله، مستحيل يعني نسبه 1% ان انا احطه في الاختبار ده. ليه يا راجل؟ ده انت بينك وبين مواجهه ريال مدريد شوطه بتحط اسف في اللفظ انت بتراهن على ايه؟ انت زي ما الانجليز بيقولوا بتبارجن على ايه؟ انت خليك ماشي في السيف سايد. حط الاهلي ده يا جماعه، ميزه الاهلي انه سيستماتيك،
الاهلي سيستماتيك طول حياته. نظام النادي ده سيستم ماشيين زي النادي الاهلي. عمره ما كان عنده معلمين، عمر ما كان عنده يا جماعه. ده احنا في التسعينات، جيل التسعينات، يوم ما شفنا وليد صلاح الدين في بدايه التسعينات ده كانت طفره. ليه؟ لان الاهلي ما كانش معتاد للعيب الحريف، مش عنده. وفضلت من فتره من حقبه وليد صلاح الدين لغايه لما جالك ابو تريكه 2004. صح. ما عندكش اللعيب يعني مش مثلا ميزانيه الزمالك. نادي الزمالك دايما مشهور باللعيبه الحريفه. هو ده سيستم الاسماعيلي كده يعني. سيستم الانديه دي معتمد على اللعيب الحريف. الاهلي طول حياته لا، الاهلي سيستم يا باشا. انت ترس في منظومه. فانا النهارده كمارسيل كولر، ومارسيل كولر اكتر واحد علمنا الورقه والقلم. ولا يا محمد؟ ده امبارح في اول واحده كنا بنسال هو بتكتب ايه لما قفشه جاب اول ضربه. هو على طول بيكتب. صح. يبقى انا المفروض عارف ان انت راجل ماشي بالنسب. فانا وانا بكتب وانا اصلا ماتش شغال. وخلي بالك التحضير لماتش باتشوكا ده 100% انت عارف ان في نسبه كبيره ان انت رايح ذكرات ترجيح. مباراه ممكن ما تتحسمش في ال90. فبالتالي لازم يكون واخد. وانت كمان خلي بالك انت متعور من ركلات الترجيح مرتين، مش هقول لك مره واحده، مرتين. صح. مره في البطوله انت خسرتها قدام نادي الزمالك، ومره بعديها بتاعت السوبر المصري، لان القدر هو اللي انقذك. صح. القدر هو اللي رجعك ان شيكابالا يضيع ركله الترجيح. ده العقلانيه اللي انا كمدير فني اتكلم فيها مع نفسي، واقف مع نفسي كده بواقعيه، اقول لا انا السنه دي انا مش شغال زي السنتين اللي فاتوا. تعال كده نعمل فلاش باك الموسم اللي فات لما النادي الاهلي خسر السوبر الافريقي قدام بطل الجزائر تعادل العاصمه. بعد المباراه دي يا محمد الاهلي كعادته ياخد قرصه ويبدا ينطلق. صح. ده الاهلي تتقرص مره واحده تنطلق. ايه بقى اللي مختلف السنه دي؟ انت يا باشا اتقرصت مرتين وبنفس الاسلوب. بنفس الاسلوب. انت اتعورت بنفس الطريقه. ده معناه انت ما ذاكرتش، ما اشتغلتش، ما عالجتش اخطائك، واستمريت على قراراتك الغلط. فربنا سبحانه وتعالى ما كتبلكش المكسب والتأهل في واحدة كانت هتكتب لك تاريخ ما بعده، تاريخ ان انت في اول مشاركه ليك في انتركونتيننتال وصلت مباراه الفاينل. انا اعتقد ان من اول ما انا يعني موعينا على كاس العالم للانديه ده من 2005 لحد دلوقتي اعتقد دي القمر بتاعت امبارح، دي بتاعت باتشوكا دي اعتقد دي القمر هي وفلومينينزي. لا اتفق معاك. دي قصدي في ايدك. طبعا دي في ايدي خلاص. طبعا دي في ايدك. وخلي بالك خسائر ماليه كبيره. انت خسرت في امبارح 110 مليون جنيه. امبارح كانوا 2 برضه 2 برضه ويوم السوبر الافريقي 2. ما انت خدت الاثنين بتوع ماتش العين وقدام الزمالك خسرت 2 وقدام باتشوكا خسرت 2. يعني انت من ماتش الزمالك وماتش باتشوكا بسبب السيناريو ده انت خسران 220 مليون جنيه. طبعا في وجهة نظري امر لازم يعني يدرس كويس من مجلس اداره. ان بكل امانه انا قلت للجماهير بعد خساره الزمالك في اول مباراه الاهلي مش في كارثه ساعتها. صح. لسه وانت معرض تخسر بطوله في اول بوز زي ما خسرت قدام حد عاصمه عادي تحصل. دلوقتي انا بقول لك اهو الجرس بيرن. الجرس يا مجلس اداره النادي الاهلي بالنسبه للكوره لملف الكوره السنه دي بيرن بيدق. انت عندك دلوقتي تداخل على مشارف كارثه. ايه هي؟ انك هتخش مرحله الشك. طبعا الفريق اللي بيخش في مرحله الشك ما بيخرجش بسرعه زي كده. احنا مثلا شايفين مانشستر سيتي في الفتره الاخيره بسبب ايه؟ ان جوارديولا دخل مرحله الشك. خلاص الشك في ايه؟ هي مشكله لعيبه ولا مشكله رودري ولا مشكله ان جوارديولا ما عندوش شغف؟ صح. ولا مشكله الاداره؟ النادي الدايره دي لو انت تابعت السوشيال ميديا من امبارح للنهارده هتلاقيها متقسمه كده بالظبط. فريق ماسك الاداره، صح. فريق ماسك كولر، فريق ماسك اللعيبه، فريق ماسك الصفقات. دي اسمها ايه؟ بنسميها احنا ايه؟ بنسميها مرحله الشك. ان انت ما عندكش حاجه الناس كلها ثابته عليها. انت شاكك في حاجه وانا شاكك في حاجه وانا شاكك في حاجه. فعشان تخرج من المرحله دي لازم تبقى واقعي مع نفسك وصادق مع نفسك وتواجه نفسك بالاخطاء اللي عندك. ايوه انا عندي مشكله هنا
دي حلها كذا، انا عندي مشكله هنا دي حلها كذا. ليه؟ لان انت النهارده ببساطه زي كده ما حضرتك تفضلت وقلت في الانترو، الموسم ده اهم موسم في تاريخ النادي الاهلي، في تاريخه الكروي. انت في الصيف القادم هتلعب كأن منتخب مصر بيلعب في المونديال، افتتاح بتاع الصيف، العالم كله هيتفرج عليك. ومفيش كوره شغاله غير دي. صح. كله ساب كل حاجه يعني. انفانتينو مشكورا وقف كل البطولات عشان البطوله دي. فكل الناس تتفرج عليك، وخلي بالك كله رايح توب فورم، لان المكافآت الماليه بتاعه البطوله هتبقى كبيره جدا. بيقول لك اللي هيشارك، بس احنا بنتكلم من 16 ل 20. فلك انت تخيل بقى اللي يوصل دور 16 هياخد كام؟ فاهم قصدي؟ فلازم لازم لازم خطه معالجه سريعه بدون كسل وبدون مماطله، لان انت خلاص اهو احنا كمان اسبوعين هنبقى بدايه فتره الانتقالات الشتويه، اللي هي اكيد واحده من الكروت اللي النادي الاهلي محتاج ان هو يستغلها عشان يحل مشاكله. انت عارف يا كريم، انا في بعد ماتش الاهلي والزمالك السوبر المصري، نعم، انا كنت ماتش السوبر الافريقي، كنت بقول لاصحابي بقول لهم الاهلي في مشاكل كتير بعد السوبر الافريقي. نعم. بقول لهم في مشاكل وحاسس ان الدنيا مش ماشيه في مركب، يعني احنا مش في نفس المركب. نعم. احنا كل واحد زي ما انت قلت كده مرحله الشك دي. في السوبر المصري انا ما فرحتش ان احنا كسبنا، لان انا ما كنتش مستني ان الاهلي يكسب ضربات جزاء برضه. يعني انت بس الاهلي لعب ماتش حلو، لعبنا ماتش حلو وفي فرص ضايعه الشوط الاول صح كتيره بصراحه. فوقعنا بدني. هنا بقى انا اتكلم بقى على كولر. يعني انا اتكلمت الجزء الاول انا وانت على الجزء الاداري. نعم. ان مثلا ما تمش توفير الصفقات المطلوبه او التدعيمات المطلوبه، اللخبطه في السيستم بتاعت مدير الكوره ولا مدير رياضي ولا مدير تعاقدات، مشكله القندوسي مش عارف ايه الكلام ده كله. هنا في مشكله كولر، وكل مره بسال اي حد، يعني كان في ناس معايا هنا طبعا، انت كلهم طبعا انتوا كلكم صحاب انا عارف، محمود شاكر وكريم رمزي وكذا حد يعني اتكلمنا في الموضوع، وعايدي. نعم. ان كولر من بعد اول سنه بقى، انا مختلف معاك، بعد اول سنه السيستم بتاعه في اللعب تحول تماما. نعم. كنا بنلعب كره هجوميه وهاي بريس ومش عارف ايه، فجاه بقينا بنلعب تحت الكوره. هل ده بسبب ان هو بيعند مع الاداره بيقول لهم هو ده السكواد، انا طلباتي ما بتجيش زي ما احنا بنسمع في الاعلام؟ انا بقول انا عايز 1 أو 2 أو 3، انا بيجيليش 1 أو 2 أو 3، انا بيجيلي 4 5. فهل ده عند، دي مرحله العند بقى دلوقتي من كولر، ولا يعني كولر زي ما احنا كنا بنتكلم قبل الهوا كده شويه، انت بتقول لي ان كولر تمام كده حلو كده؟ بص، عشان اجاوب لك على النص الاول من سؤالك، لا هو مش عندي. لو تفتكر الشيفت او التغيير اللي حصل لمارسيل كولر واللي انت لاحظته وناس كتير لاحظته، ده سببه خماسيه سان داونز. بالظبط. خماسيه سان داونز كانت هي محور تغيير عند مارسيل كولر، انه ما يلعبش بالانفتاح الهجومي اللي كان بيلعب فيه بالدوري المحلي في افريقيا. وهو اتنصح كده، اتنصح ان خلي بالك الفرق الافريقيه بتلعب بطرق مختلفه عن الطرق اللي بتلعبك بيها الانديه في مصر. انديه مصر كلها هنستثني بيراميدز، ونستثني ساعتها الزمالك، وممكن المصري. كل فرق الدوري هتلعبك زون ديفنس، محدش هيطلع لك، كله واقف ورا يا باشا، وانت بقى اعمل اللي انت شفت عايز تعمله بالكوره. ده اسلوب اللعب هنا في مصر. في افريقيا لا، ما تروحش تلعب سان داونز هناك في بريتوريا بضغط عالي. ليه؟ هيلعب لك يا باشا الكرات الساقطه ورا دفاعك، انت خلاص اتفتحت، الموضوع انتهى. من ساعه المباراه دي هو اتغير، انا متفق معاك، بس ده كان تغيير ايجابي بالنسبه لافريقيا، لان انت افريقيا وبالفعل لما هو غير اسلوبه حتى البطوله كسبها في الاخر، وصل فاينل وكسبها، صح كده؟ طيب وبعديها كسبها. نمشي للموسم الثاني. انا هاجي اقول لك ان مارسيل كولر هو في وجهه نظري ماشي على ستيجز. اول ستيج مشي بيها ان هو كان عنده افكار كتيره عايز يطبقها مع الفريق، وكان عنده اوراق ساعتها طبعا بيقدر يطبق من خلالها الافكار بتاعته، وقدم لنا موسم من اعظم مواسم النادي الاهلي في الفتره الاخيره. والموسم اللي وراه بعيدا عن الهزيمه في السوبر الافريقي قدام اتحاد العاصمه، قدر ان هو يكسب الدوري ويكسب دوري ابطال افريقيا، ودي التارجتس اللي مطلوبه منه. وطبعا واخد برونزيتين للمونديال، فبيحقق المطلوب. اوكي تمام، مفيش مشكله. طب خساره فلومينيزي كانت مؤلمه،
الناس كانت حاسه برضو الماتش في المتناول. فلومينيزي ما كانش الفريق المرعب، بس اتشفع له البرونزيه. تمام مفيش مشاكل، نكمل مع بعض. الموسم هو دي بقى النقطه يا محمد. الموسم الثالث انا في وجهه نظري ما زلت شايف مارسيل كولر بدأ يبقى نمطي. ايه النمطي في ايه؟ ان انا بلعب 4-3-3-2-6-1-8. اي مدير فني محلي او في افريقيا بيعمل سكاوت على الاهلي، عارف الاهلي هيبدأ قدامه كده، سواء الماتش كان في القاهرة كان بره، هو ده اسلوب الاهلي 2-6-1-8. طيب في وسط المباراة النادي الاهلي بيقع بدني مع بداية الشوط الثاني. النادي الاهلي بيفرغ كل طاقته. شفنا قدام الزمالك في السوق الافريقي الشوط الاول الاهلي الافضل، الشوط الثاني بيقع النادي الزمالك بياخد منه الافضليه. في السوبر المحلي الاهلي كان في الشوط الاول بيرفكت، الشوط الثاني الزمالك خد منه الافضليه. قدام باتشوكا النادي الاهلي الشوط الاول جيد، الشوط الثاني خد منه الافضليه. حتى ايفن اورلاندو لما رحنا لعبنا اورلاندو في جنوب افريقيا، واورلاندو نازل قدامك خايف جدا جدا ولا بيهاجم ولا ما بيعملش زي سان داونز. يعني سان داونز زي في جنوب افريقيا بيخوفك كده في الاول، لكن اورلاندو ما عملش كده. انت ما خدتش مبادره وفضلت واقف تقول له والله انت مش عايز تهاجم، اوكي وانا برضه هقف هنا همرر الكوره معايا استحواذ كل حاجه، بس ما عنديش انياب، ما عنديش تحولات. يعني مثلا جوزيه ايام فتره جوزيه كان بيعمل حاجات كان بيفاجئ بيها ناس. يعني لما يتزنق في ماتش ينزل في ملعب المنافس بتاع اللي بيلعبوا حتى في افريقيا ويهاجموا. مره راح لعب انيمبا في نيجيريا، وماتش بتلعب في واحد من اسوأ ملاعب اللي يفتكر ملعب انيمبا القديم مش دلوقتي. أيوة. ملعب انيمبا القديم والله العظيم حته ماتش يعوذ بالله، ونزل انا راح اكسب انيمبا في انيمبا عشان ادي رساله ان انا كسبت بطل المسابقه لمده موسمين قبل انا هاخدها السنه دي. ده الماتش اللي كان فيه اصابه اكوتي، يعني الناس اللي فاكره بالظبط 1-0 بتاع عماد متعب. صح. فدي مسجات. وهنا بغير اسلوب لعبي، لازم يكون عندي مرونه، ما بقاش نمطي. انا بقيت نمطي، انا احساسي. كولر ايه مشكله؟ انا كريم سعيد دلوقتي مشكلتي ايه مع كولر؟ كولر حاليا في الفتره الاخيره نمطي. وكمان لما باجي بقول نسبه المغامره عنده كام؟ 0. ما بيغامرش. الاهلي ما بيغامرش خالص، مفيش مغامره. انت ما بتغامرش. طب يا سيدي هي اي حد مارس اي نوع من انواع الرياضه البطل لازم يغامر. طب المغامره عند البطل على فكره لازم تغامر ساعات. التحفظ طبعا العقلانيه والمنطقه جميل اوكي، لكن لازم في وقت من الاوقات ابدا اجرب حظي، لازم اغامر شويه. لازم يلا يا جماعه، لازم يكون عندي انياب، لازم الناس ما تبقاش متوقعه انا هعمل ايه، لان انت وانت قاريني 100% طب انا ايه نسبه فوزي عليك؟ ما انت قاريني هتقفل لي كل حاجه انا هعملها. فدي نقطه لازم كولر ياخد باله منها، طالما ان احنا بدانا نخش في انا بقول لك اهو. تخلي بالك يا محمد الماتش الجاي يوم 22/12 شباب الوزداد. ماشي. بعد شباب الوزداد هتلعب المصري اللي هو واحد من افضل الفرق المحليه في الوقت الحالي في مصر. ماتشين دول وانت لسه مش ايه مش لسه مش فايق. فلا قدر الله اي دروب زي بقول لك، اي دروب هتخش في المرحله اللي بقول لك عليها، هتخش في مرحله الشك. حاله الشك واحده من اسوأ المراحل لاي فرق رياضيه، انك بتاخد وقت عشان تخرج منها. بتبقى عايز يعني هقول لك ايه، بتبقى عايز معجزه عشان تبدا ترجع الفريق للتراك تاني في وقت انت زي ما انت شايف الموسم مضغوط. اول ما السنه الجديده دي هتخش انت عندك الدوري المفروض ان هو يعني هتلعب دور واحد عشان انت الدور التاني هتلعب خلاص اللي هم المجموعه النخبه ومجموعه الهبوط، ويبقى عندك المفروض ان شاء الله بعد ما تصعد عندك بقى دور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا، مباريات نوك اوت، مباريات صعبه صح. وانت بقى بتستعد في كل ده وجمهورك ضغطك عشان تكسبهم. يعني الجمهور هيضغطك انك تكسب دوري، طبعا بقى خلاص انت خسرت ماتش باتشوكا ده لازم تعوضني. طب فالدوري مفيش مساحه انك تخسر دوري ولا مساحه انك تخسر دوري بتاع افريقيا اللي هم اصلا استعداد لمين؟ لكاس العالم، للمونديال. فانت لك ان تتخيل حجم الشغل المنتظر من الجهاز الفني واللاعبين والشغل المنتظر من الاداره. ضغط 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 ضغط. السؤال هنا بقى مين اللي حاط نفسه في الضغط ده؟
ما ده السؤال، يعني مرحله الشك دي احنا وصلنا ليها نعم. ليه؟ يعني المرحله، ما احنا دلوقتي في مرحله الشك خلاص، أي. احنا مش تقريبا ما دخلناهاش، يعني احنا تقريبا احنا فيها، يعني ليه اللي وصلنا لكده؟ ومثلا ليه دايما في الاهلي تحس القرارات متاخره؟ يعني مثلا امير توفيق ده ماشي من امتى؟ من فترة. ليه لم يتم تعيين لحد دلوقتي؟ هل النادي الاهلي مش قادر يلاقي مدير تعاقدات؟ بص انا بصراحه بشوف يعني ربنا يرحمه ويغفر له ويثبته عند السؤال، المرحوم العمري فاروق كان شايل ملفات كتيره جدا في طبعا. النادي الاهلي. اعتقد بعد وفاته وبعد غيابه مع توزيع هذه الملفات، اعتقد ان ملف كره القدم اتاخد شويه من الكابتن محمود الخطيب، اعتقد يعني بعيد عنه شويه. اوكي. اعتقد ان الدنيا ما اتظبطتش بشكل كويس بعد رحيل العمري فاروق. يعني مثلا العمري فاروق الله يرحمه كان شايل مسؤوليه مثلا يعني ملف الالعاب الجماعيه كلها، فانت خلاص مريح دماغك خالص، وهو فعلا كان شايلها بسم الله ما شاء الله عليه. يعني اسال اي حد في الباسكت، في الهاند بول، في السباحه، صح. طبعا في الووتر بولو، اسالهم في تنس الطاوله، اسال الناس كلها يقول لك العمري فاروق كنا نروح له الله يرحمه، يعني كل حاجه محلوله، بيمهد نقدر اول الموضوع سهل. وفعلا النادي الاهلي حصل له طفره كل امانه. احنا قلنا في عهد مجلس الاداره الحالي كل امانه عملوا طفره في الالعاب كل امانه بيكسبوا كتير قوي. تفوقنا في الهاند بول اللي هو كان الزمالك مثلا يعني اجمد فبالتالي انت فعلا واضح ان انت عندك مشكله في اداره الملفات وفي بعض المشاكل. طبعا كطبيعه النادي الاهلي ما بيحبش ان هو ينشر مشاكله يعني على ايه في العالم، في البلكونه يعني. انت كل اللي انت محتاجه ان انت لازم توزع الملفات على عدد كبير، عشان بدل ما يكون في ايدين بس بيشتغلوا يبقوا في 4، بدل ما يكون في 4 يبقى في 8. كل ما مجموعه كتيره بتشتغل كل ما هننجز في الشغل اكتر. لكن لو انا ككريم سعيد مثلا في ملف معايا وانا انشغلت في حاجه تانية فشلت الملف، فمحمد جه سالني كريم بقول لك ايه انت مشغول، انا هاخد منك الملف ده بتاعك انا هسعى فيه وانت برجع كام. فحسين يقول لك ايه لا يا محمد استنى ستوب سيبه، انا اللي هرجع اعمله. ايه اللي هيحصل عطله. ليه؟ لان كريم ما عملش ديليجيشن للموضوع. كريم لما انشغل ما سلمش الحاجة لحد عشان تفضل العجلة دايرة ماشية. هي دي الفكرة. تاني حاجة، هل أنا كمان اتبعت الأسلوب العلمي للدنيا النهاردة؟ بمعنى إيش؟ أنا أوضح كلامي. الكرة النهاردة اتطورت، الكرة بتاعت النهاردة مش زي كرة التسعينات، مش زي كرة الثمانينات. النهاردة في شركات بتاعت تحليل أداء، في شركات بتاعت ارقام، في حاجات كتيره جدا 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 جدا. الموضوع ما بقاش زي زمان مدير فني ومدير مساعد وممرن ومدلك وقصان. طيب لا، لما نبص النهارده على اي جهاز فني بره في اوروبا بتلاقيه فوق ال 42 بني ادم. في جهاز فني مانشستر سيتي لما انا قعدت اعدهم فوق 30 واحد. فالكره النهارده بقت اوسع وبقت اعمق. فانت محتاج النهارده ان انت تواكب ده. اللي انت عايز النهارده النادي الاهلي بيجي يقول لك اوكي محليا انا تمام، اوكي قاريا انا تمام، اوكي تمام، عالميا لا، ده ليفل لعب تاني خالص، اسلوب لعب مختلف. ناس لازم تصرف. مش بقول لك اصرف انك تجيب اسماء، لا، تصرف على تطوير اسلوب الشكل الهيكلي بتاعك عشان تقدر تواكب بره. ده هنحسه امتى يا محمد؟ افتكر لما نروح امريكا هتحس ده. ليه؟ احنا يا باشا في المونديال بتاع الانتركونتيننتال او المونديال الانديه بنظامه القديم احنا بنلعب ماتش حلو وخلاص. يعني الماتش الثاني بيبقى مش قصدي بس بتلاقي فرقه واحده يعني القويه، يعني سياتل بعديها فلومينيزي مش عارف بتلعب ماتش خفيف وبعديها ماتش جامد، ماتش خفيف وماتش جامد. بنلعب العين ماتش خفيف هوب باتشوكا ماتش اجمد شويه. في مونديال امريكا مفيش كده خلاص، تلعب الثلاثه تمام. انت متضل النار. انتر ميامي حتى لو عنده مشاكل في الفرق معاه ميسي اللي هو اسلوب لعب مختلف عننا احنا خالص، ما نعرفش عنه حاجه. حتى ايه لو هو ما بيجريش لو واقف، يعني ميسي ده واحد مش هيعمل حاجه، هيدي اسيست من الجول للجول. ايوه صح تمام.
تخلص من انتر ميامي هوب يلا بورتو، خلصنا من بورتو انت لسه هتنام، تعالى بالميراس. صح. ليفل ده في ايه؟ صح. في يومين صح. يعني كمان بخلال الفنيات بدني حضرتك واقف ولا مش واقف؟ احنا عارف لما مسك حاله الميه الساعه لما قال له انت يلا يا باشا خد، فاهم؟ مفيش وقت. فده ليفل لعب احنا مش متعودين عليه، ودي اول تجربه، فمش عايزين نروح نتفضح. انت اللي قلتها اهو. والله مش عايزين الفضيحه. انا كنت خايف ان احنا، انت عارف لو كنا خدنا فرق جامده كنا تمام خلاص، او كنا واخدين مجموعه الوداد مثلا اللي هي السيتي ويوفنتوس، كنت انت هتبقى رايح. تصدق بالله، لا اله الا الله، تصدق انا بالنسبه لي مجموعه السيتي ويوفنتوس والوداد دي بالنسبه لي سهله. عارف ليه؟ لان انت عندك ماتش مضمون، تمام؟ صح. في ماتش عندك مضمون تقدر انت ماتش ان انت بتلعب فريق عربي زيك تمام في الهلمه دي. صح. اقول لك بس ده انا عارفه. صح. حلو. انزل اضمن الماتش ده، هيبقى لي حاجه واحده بس، ان انا اضرب واحد من الاثنين الكبار في تعادل، اضرب تعادل، اللي هو تنزل بقى مقفل يا معلم. لكن انا مع بالميراس ومع بورتو ومع انتر ميامي، الثلاث فرق دول فرق تنافسيه. صح. خلي بالك فرق تنافسيه، يعني الثلاث فرق دول اصلا مش هينزلوا يهرجوا معايا، وانا مش عارف اسلوب لعبهم. هم مش عارفيني، بس هم طبعا اسلوب لعبهم افضل مني بكتير، فاهم قصدي؟ فانا دايما اشوف، انا حتى الناس بتقول لي يا كريم مجموعه الاهلي سهله مين يا عم الحاج؟ دي سهله؟ ده انا بقول لك ده انا انتر ميامي يعني احنا التارجت بتاعنا فيه الفوز، تخيل. والله ده يعني، بس انا عندي مثلا مديري في مناسبه انتر ميامي بيقول لي ايه، بيقول لي اكيد اللعيبه دي هتدي النص ساعه المثاليه في نهايه تاريخها بقى، يعني اللي هو عايز نص ساعه بس، يعني سواريز ده عايز نص ساعه، ميسي ده عايز نص ساعه، مش عايز اكتر من كده. هو بيلعب ماتش الافتتاح كاس عالم الانديه خلاص، وانا كده ومعاهم خورجي ألبا ومعاهم بوسكيتس واذا كمان الله اعلم هيجيبوا دي بروين ولا لا. هو بيقول لك هيجيبوا دي بروين. صح. ماشي. فانت بتتكلم لا فرق يا جماعه ليفل اللعب ده مختلف تماما، حتى ايفن هم ما عندهمش اللياقه او بيجروا زي ما كانوا بيجروا مع فرقهم في اوروبا، لا ده ليفل لعب احنا مش متعودين عليه. ومع كمان احترامي، احنا حاليا مش في افضل حاله لينا خالص. يعني انت بتقول برضه ولا بدني، انت بتقول لي يعني بدني، عارف مثلا نسخه الاهلي، انا بقول لك مثلا ايه، نسخه الاهلي بتاع 2006 نسخه مرعبه جدا، نسخه مرعبه جدا. ليه؟ تتكلم على بركات وابو تريكه وعماد متعب وفلافيو في قمه ادائهم. نص الملعب حسن مصطفى ومحمد شوقي، ووراهم جاي حسام عاشور. تتكلم باك شمال طارق السعيد وجilberto ومساكين شادي محمد ووائل جمعه وعماد النحاس، وفي الجون عصام الحضري في افضل مستوى الحارس مرمى في تاريخ مصر. بص الفرقه عامله ازاي. ماشي. فساعتها اقول لك انا عندي هنا عمود فقري استند عليه. لكن احنا حاليا بص لك انت تتخيل كم المشاكل اللي احنا قلناها في الدردشه دلوقتي. لا العمود الفقري بتاعنا كمان استهلك. ايوه يعني خلاص. ولا وخلي بالك كمان، والنفسيات كمان شايله. ما خلينا نتكلم بصراحه جد. خلينا نتكلم بصراحه. اوضه لبس النادي الاهلي النفسيات فيها شايله. امام شايل، كهربا شايل، وسام اهو بقى زعلان ومقموص. الناس كلها متضايقه، وبيرسي تاو مارتو متضايق، رضا سليم جايب. احنا جايبين يا جماعه لعيب توب ليفل في الدوري المغربي، هداف الدوري المغربي وقاد الجيش الملكي للفوز بالبطوله بعد غياب سنين. انا ما استفدتش منه. هو منطقي ان انا رضا سليم العبه اساسي ماتش اورلاندو وماتش امبارح باتشوكا ده ما ياخدش 10 دقايق؟ بقول لك نتكلم بصراحه. نتكلم بصراحه بقى. عشان انت بقى عايز يعني البودكاست بتاعك ده يولع. يلا بقى. ايه انا دلوقتي كمدير فني، هل ليا ان انا اخسر الفريق اوراقه؟ لا طبعا. المفروض لا. طيب انا يا محمد اقيس في اخر سنتين، بشوف كده حتى بعد ماتش امبارح قعدت افكر، بقول نفسي يا كريم الاهلي كان السكواد بتاعه السنه اللي فاتت كان فيه اوراق كتير قوي، راحت فين؟ تعال نبص. كان اهم واحد من اهم الاوراق دي القندوسي. تمام. قندوسي بكل امانه لعيب كوره جدا ممتاز. صح. ممتاز. انا والله ما كنتش تعرضت لشخصيته انا كريم سعيد ولا اعرف عنه حاجه. المهم القندوسي دخل طلع في برنامج وقال اللي قال عليه وبتاع، قصه شهيره، حصل مشكله، وبسبب المشكله دي تم استبعاد امير توفيق القندوسي، وبعديها امير مشي. وانا النهارده سيبك من اي، بص تاني اهو ماليش دعوه باي حاجه، بس الفريق نفسه عمل ايه اصلا. كولر ما كانش مقتنع بالقندوسي. صح. قال القندوسي اصلا انا مش شايفه ايه مفيد للفريق. طلعوه، وبعد ما طلع عاره حصل
الحوار التلفزيوني، فانت خسرته للايه؟ للابد. صح. تمام. ادي 1 2 اليو ديانج كان مع حمدي فتحي، عشان برضو ادي حمدي فتحي حقه، كان هما الاثنين بيتنافسوا على مين افضل لعيب خط وسط في الاهلي دفاعيا وهجوميا. فهم الاثنين دول في القاره، الاثنين دول ماشي. حمدي ماشي، فاليو ديانج مكمل معاك، فانت المفروض بتبني عليه. جه كولر عنده بعض القناعات الشخصيه وقت ما كان بيكسب طبعا، وقال لك والله ديانج انا شايفه مش بتاعي، مش مفيد، وبالتالي مش فعلا كان اغلب ماتشات كولر ديانج عدك. طيب جبنا رضا سليم كذا. طب انا ما بلعبش 10 ورضا ما بيدافعش وهو لاخره. طب اوكي، هو مش طرف معايا. انا بحب طاهر وبحب طاهر محمد طاش، هو بيدافع، وطاهر لحد ما برضو بكل امانه الموسم ده يعني مختلف شويه. بس رضا سليم لعيب تقيل المفروض، واللي شافه وهو بيلعب مع الجيش الملكي، وشافه حتى في بعض الماتشات معاه لما جاب حتى الهدف الشوطه لما ثبت الحارس عنده حاجات حلوه. يعني المفروض برضه اقدر انا اطلع منه حاجات. صح ولا انا غلطان؟ مظبوط. طيب انا ما شفتش ده. ما انت تخيل بقى برضه، سوري في الكلمه، لعيبه الكوره هم مش طلبه الجامعه. صح. انا مش داخل احاضرهم، انا مش داخل اعلمهم فيزياء وكيمياء، انا اسف يعني. صح. دي لعيبه كوره، فانا لازم احطهم في افضل حاله نفسيه وذهنيه عشان اخد منهم افضل حاجه وانا استفيد كفريق. انا النهارده كريستو ولد صغير جبته من النجم الساحلي، مكسر الدنيا في تونس ساعتها، وبوتنشال جدا. فاكر امير سعيود بخلاف حتى الفرصه ضيعها في المصري، الناس كلها فاكره، وضربات الجزاء كان بيضيعها. حد كان يخاف امير سعيود؟ لا طبعا. بس جت مشكله مصر والجزائر لو تفتكر، صح، ولعت الدنيا وبتاع خلاص. فاللي اقصده انت يبقى عندك حاجات بوتنشال. طب انت مش هتلاقي بسهوله لما يقع في ايدك خامات بالشكل ده. حاول انت تجتهد انك تستفيد منها واصبر، وقول لا انا هرجع وانا اقدر اعمل وانا اقدر اسوي وبتاع. طب كل امانه عشان اتكلم بصراحه بشكل واقعي، كولر ما عملش ده مع الاهلي. انا كل الاسماء اللي قلت لك دي انا خسرتها، مشيت مش موجوده. ورضا سليم والناس كلها تقول لك النهارده خلاص سيبوه يمشي. طب بيرسي تاو امبارح في باتشوكا، كل الناس بيرسي تاو امبارح قدام باتشوكا اسال اي حد، اول ما نزل نجم المباراه الاول. ليه؟ اول ما بيتحرك لعمق الملعب بتشوف لعيب مختلف عن اللي بيلعب على الخط، واخد حريه كبيره جدا. وبسبب ان بيرسي تاو دخل قلب الملعب اخفى قفشه. صح. قفشه يبانش زي ما كنا معتادين منه في الماتشات الاخيره. بيرسي تاو بصراحه كواليتي لعيب عالي جدا. ده عامل ثرو باس بتاع كهربا ده، اقسم بالله ما يطلع كده. ايه ده؟ انا استغربتها. ايه ده قدام فراد ووصلت قدام فراد. ماشي. بس بيرسي تاو لعيب مزاجي، لعيب مزاجي جدا. لو ما انت ما عملتوش معامله خاصه مش هيديك. وسيد عبد الحفيظ قال كده، قال ده محتاج معامله. هي كده، هي في لعيبه كده. صح. كهربا اهو تاني اهو، عشان الناس ما تفهمش يعني كهربا بننتقده بتاع، بس يعني ايه، مش عايز نذبحه، لان كهربا برضو كان عنده مواسم وعنده لحظات مضيئه مع النادي الاهلي. هي لعيبه الفرق الكبيره كده يا محمد، لازم معامله خاصه، لازم تعرف ازاي تستفيد منهم. دي مهمتك انت كمدير فني. انت ما عملتش ده على فكره بكل امانه. احنا بننزل ما عملتش. انا بكلمك بصراحه، ما عملتش. صح. احنا بننزل مش بنطلع. طب بلاش، انا هسال سؤال اهو لكل الناس اللي بيتابعوا جاسوس الملعب، ورد في الكومنتات عليا. اديني اسم لعيب واحد، وما تقوليش طاهر محمد طاهر عشان برضه احنا بنتكلم هو متحسن، بس هي مش طفره او كبيره قوي يعني. اديني اسم لعيب واحد حصل له طفره في الاداء مع النادي الاهلي اخر موسم. طفره. لا طفره ما فيش طفره. عشان تبقى واخد بالك من كلامي، زي مثلا طفره حمدي فتحي مع فايلر. اللي هو اللعيب الستة اللي دخل في 8 دخل في 16، قصدي منطقه 18، بقى بيجيب اجوان. واحد اتغير. ايوه. اديني كده زي مثلا ايه، محمد بركات من الاسماعيلي لتوظيفه في الاهلي كباك، وفي 3-5-2-3-4-3، وانه يعمل كل ده. اديني اسم واحد عشان اكون فير، لان انا وانا بقيم فريق هقيم اداره وقيم مدرب وقيم اقيم كله. صح. كل امانه، عشان ما يجيش حد يقول لي اشمعنى انت اتكلمت عن فلان واشمعنى اتكلمت عن، لا كله. صح. احنا النهارده يا جماعه في حاجات لازم كل واحد يقوم بدوره.
ليه؟ لان المواهب في الكوره محمد مفيش للاسف. النادي الاهلي مش لاقي راس حربه مصري، مفيش صح. فعلا مفيش. طب انا انا رضا سليم ما بستفادش منه، انا مش من امانه ايا كان مين اللي غلطان في موضوع القندوسي، انت خسرته. كان حل ليك في وسط الملعب، كان حل من حلو. وهو يعني برضه تكبر عليه في الصيف وما خدوش، مع ان احنا ما جبناش البديل لما مشينا ديانج مثلا. صح. وحتى ايفن هو مش هيدافع، اوكي يا سيدي مش هيدافع، يمكن حل هجومي معاك. صح. ما انا مش كل هجيب مدافعين، هو انا اجيب فيها كلها مدافعين؟ لا طبعا. اوكي انا عقلاني وعايز ادافع والعب بمنطقه كلها، اوكي لان يكون عندي كره هجوميه. انا اتزنقت عايز اجيب جون، مين هيجيب جون؟ معلش انا لما هتزنق مروان عطيه مش هيجيب لي جون، مستحيل. لما هتزنق اكرم توفيق مش هيجيب لي جون، مش اللعيب اللي انت مش هيجيب جوان يعني من الاخر كل فتره صح. اكرم توفيق ومروان عطيه شاطوا في المباراه الواحده 20 كوره على المرمى، كام واحده هتيجي من 3 خشبات؟ انا ما عنديش المهاره دي، ما امبارح شاطوا كمان، ما عنديش المهاره دي، ما عنديش. فلازم نبقى احنا يا جماعه، لازم وقت الازمات لازم تبقى واقعي مع نفسك وتشوف انت فين وتشيل كل واحد مسؤوليته، ده العدل بس. صح مظبوط. طب وانت شايف بقى دلوقتي خطه العلاج؟ يعني احنا اعتقد احنا لمينا بكل الحاجات اللي حصلت في الاهلي، اعتقد تمام، من مشاكل من ان هي متراكمه. نعم. فطبعا طبيعي ان هي تظهر دلوقتي بعد خساره زي بتاعت امبارح دي. طب بدايه هنروح فين بقى؟ والطريق هنبتدي منين؟ اوكي انا في وجهه نظري الروشته تبدا من الوقت الحالي. واحد، لازم مع بدايه فتره الانتقالات الشتويه اللي جايه تتعاقد مع 4 لاعبين على اقل تقدير، على اقل تقدير 4 لاعبين، مساك، لعيب خط وسط، جناح هجومي، وراس حرب. دول 4 صفقات، دول لا غنى عنهم. انا بكلمك على ايه كمان؟ صح. بكلمك على خطه اعداد للمونديال. مظبوط. تمام. طيب وخلي بالك دول كمان اللي هيأمنوا لك انك تفنش الدوري ودوري ابطال افريقيا بشكل كويس. صح. لان بدونهم انت مش مرشح، انت بعيد، هتبعد. انك لو فضلت تلعب بسيستم اللعب بتاعك الحالي ده صح. في افريقيا اشوف ممكن نوصل سيمي فاينل، لغايه السيمي فاينل الله اعلم بقى نسبتي كام ما اعرفش. انا اتحفظت خلاص. والدوري احنا بنلعب بنظام جديد انت مش عارف نظامه فيه ايه. تمام. ادي اول حاجه. 2، يجب الفصل تماما ما بين منصبي المدير الرياضي ومدير الكره. نبقى كده نعمل كده هيراركي. حلو يا كابتن محمد رمضان، المدير الرياضي هو المسؤول، الجوب ديسكريبشن بتاعه كذا وكذا وكذا وكذا. المدير الرياضي هو اللي بيخطط للفريق والقطاع ككل. هو اللي بيحدد احتياجات النادي من الكوره، من القطاع ده انا عايز اعمل ايه، انا عايز بطولات وعايز فلوس. المدير الرياضي في فالنسيا بيفكر بشكل مختلف عن المدير الرياضي في ريال مدريد. فالنسيا مصنع لعيبه، اطلع لعيبه صغيره ابيعها اخد فلوس اصرف بيها على الفريق افضل عايش. ده اسلوبي. ولا ممكن كده كل 30 سنه اخطف بطوله، لكن انا مش نادي بطولات ولا اسعى للمنافسه على البطولات. اتمنى العب في بطوله خارجيه فيجي لي فلوس منها. ده التارجت بتاعي. ريال مدريد المدير الرياضي بتاعه بيفكر ازاي؟ بيفكر باسلوب تاني خالص. باشا احنا لو لعبنا بطوله جزيره العرب رايحين نكسبها. ايوه صح. احنا لو لعبنا بطوله مش عارف ايه رايحين نكسب. ده ستايل من ريال مدريد اللي هو شبيه لستايل النادي الاهلي. فده الجوب ديسكريبشن بتاع المدير الرياضي. هل المدير الرياضي يقعد على دكه البدلاء؟ لا مليون لا. واشرح ليه؟ عشان ما تتكسرش الهيبه. تاني، عشان ما تتكسرش الهيبه. صح. لما بتختفي حضرتك وتقعد في مكتبك فوق، اللعيبه ما تتعاملش مع اللعيبه بشكل يومي، اللعيبه ما تشوفكش كل يوم، فانت بتحافظ على مسافه ما بينك وما بينهم. وبالتالي لما اللعيب يعمل مشكله والمدير الفني يتأزم معاه ويروح قايل له اوكي مشكلتك عند المدير الرياضي، فيبدأ اللاعب يفهم ساعتها ان موضوعه بقى كبير. فيعلم اللعيبه ويعلم القايمه الخوف. بالظبط. بلاش نوصل لمرحله المدير الرياضي. لكن لو المدير الرياضي قاعد على الدكه كل يوم في الحلوه والمره،
في الضحكه والحزن صح. في كل حاجه. خلاص بقى في امور اعتياديه ما بيننا، انا فهمتك وانت فهمت، انا قريتك وانت قريتني، خلاص خلصنا. النقطه الثالثه ان لازم واقول اهو بشكل ودي بشكل ودي ماشي، لازم يحصل مراقبه شديده للفتره الجايه لمارسيل كولر طالما ان احنا مكملين مع بعض. بكل امانه يا محمد، لو سالتني يا كريم سعيد تحب ايه، اقول لك احب الاهلي يروح المونديال وفايلر معاه مدير فني. انا كل الاهلاويه بيحبوا فايلر، بس انا عارف ان مثل هذه القرارات الثوريه ليس لها مساحه في النادي الاهلي حاليا. ده انا مؤمن بيه تماما. بس انا بقول لك رغبتي انا من جوايا، انا احب كل امانه اشوف فايلر مع الاهلي في المونديال بكل امانه. ليه؟ لان احساسي ان شغف كولر والحلول اللي عنده خلاص راحت، وكمان خسر كولر خسر حاجات كتيره مع المنظومه اللي حواليه. عشان النهارده يرجع نفسيه رضا سليم مش سهله، عشان يرجع بيرسي تاو زي بيرسي تاو مش سهله، في لعيبه كتيره مش سهله. وانت كمان انا بقول لك اهو مثلا عايز 4 لعيبه في الشتاء عشان نقعد نشوف اسماء تضمهم. الموضوع مش سهل خالص لان الماركت بقى شحيح في المواهب، موضوع صعب. فبعيدا عن القرارات او الامنيات الثوريه اللي عندي، لازم تراقب ايه؟ تراقب علاقه كولر وقراراته بالمنظومه بتاعتك. ليه؟ لان في اي لعبه رياضيه لو المدرب او المسؤول الفني الاول وصل لنهايه الكوبايه، وصل لنهايتها والشغف خلص، مش هيبقى عنده حاجه يضيفها. وما تجيش تقول لي اصل المشكله في الصفقات، لا هنا انت بص حته ثانيه خالص. ما ده قصدي، ما انا ممكن انا ككولر ممكن ابقى مثلا قاعد مع واحد صاحبي ارد على اللي انت بتقوله، مثلا اقول لك والله انا طلبت منهم كذا وكذا وما جابوا لي. لا وحاجه تانية، طب ما انا ممكن اجيب لك صفقات وكل حاجه واحس ان انت برضو ممكن ما يعجبكش زي رضا سليم وما يعجبكش زي قندوسي. صح. افرض ما فيش، ما انا برضو انا مش كل اسماء متاحه تحت ايديا، وفي بادجت برضو اكيد الاداره هتحطه. فدي كلها دي امور اهو. ال3 نقط دول مفيش فيهم مماينه، لان انت بدايه اول ما يجيلك يوم 1 يناير انت ما بينك وبين المونديال 5 شهور. واعتقد انت مش تلحق كمان الفتره الاستثنائيه بتاعت دي، مش تلحق تعمل فيها حاجه اعتقد يعني. و5 شهور فيهم ضغط الدوري ودوري بتاع افريقيا. الموضوع مش سهل خالص يا محمد. بس بكل امانه مفيش مساحه للتكاسل او المماطله في القرارات. يعني نتمنى ان الاداره تنقذ ما يمكن انقاذه يعني في الفتره دي. اعتقد يعني زي ما بقول لك كده، اعتقد هي فتره انتقالات الشتاء دي هي دي اهم اعتقد طبعًا. يعني لان الفتره التانية دي مش تلحق، الدوريات بتخلص في العالم في شهر 5 هيبقى باقي اسبوعين عشان كاس العالم الافتتاح. نتمنى يعني النادي الاهلي يفوق من الكبوه دي، والكبوه دي اعتقد كبيره شويه المره دي. اعتقد المره دي كبيره، دي مختلفه شويه، دي مختلفه عن وقت صعب، وعكس السير اللي احنا ماشيين فيه اصلا. صح، يعني عكس أيوة. انت مخلص 2 دوري ابطال افريقيا ب2 دوري ومش عارف ايه، جايه في وقت برضو وفي وقت صعب بالنسبه لك كواحد رايح اهم بطوله في تاريخك. مش وقت الكلام ده انت عايز تروح وانت يعني مقفل كل الثغرات عندك. فايق مركز مصحصح فاهم كل الدنيا اللي حواليك، فاهم قصدي، اخطائك نسبه اخطائك قليله، فاهم. هي دي افضل حاجه تروح بيها. لكن في الاخر احنا متعودين برضو النادي الاهلي عودنا عبر تاريخه ده كل كبوه المفروض بتبقى يعني نقطه قوه ودفع للفتره التاليه ان شاء الله. نسال الله التسهيل وان شاء الله الاهلي يقدر يقوم من الكبوه دي. انا انبسطت بوجودك جدا يا كريم بجد والله يعني، واتكلمت بحريتي والله، مش بلاقي الحريه. طب الحمد لله الحمد لله. واتمنى تكون الاجواء عجبتك، وعايزين نكررها تاني ان شاء الله، ويبقى الاهلي كسبان ومحقق كده حاجه محترمه باذن الله. جميل وربنا يوفقك فيه وكل النجاح ان شاء الله. ربنا يخليك والله، وشرفتني ونورتني. شكرا ليك جدا. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. اشوفكم في حلقه جديده وضيف جديد في جاسوس الملعب. مع السلامه.